انتظار مرتدى سريع الآن، ولكنها فيها تغطية والتدخل، يستعيدها راكيتيتش. هجوم يستمر لبرشلونة. نيوب تغطية والتدخل وخطأ لمصلحة ميسي في مكان خطير جدا لبرشلونة. لقطة جميلة من جانب ليو اللي ياخذ الكرة قبل المدافع، وبعد ذلك تهور من جانب فيكتور ألفاريز الذي ارتكب خطأ في مكان خطير جدا. 6 دقائق 7 دقائق على أو منذ بداية المباراة، النتيجة تعادل بدون أهداف. الهدف واضح لبرشلونة، 3 نقاط ثمينة وانتظار التتويج في مباراة غرناطة. اليوم عليهم أن يحققوا الفوز، الشيء الذي لا يتمناه ريال مدريد وقبل ذلك أتلتيكو. كرة ثابتة في مكان خطير قد تجعل برشلونة في المقدمة من الدقيقة 7 في المباراة. هذا الشيء يخفف الكثير من الضغوطات. ليو الذي رسم الابتسامة في وجوه مشجعي برشلونة لسنوات. هذه كرة ثابتة، ميسي يلعبها. يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، الله ما أروع، مين غير ليو؟ ضربة معلم يا ميسي، لعبة معلم يا ليو، كرة في منتهى الروعة، قدم يسرى جميلة وساحرة. ليو مرة أخرى يبتسمون، يسجل، يفرحون، يضرب، ينتصرون، يسجل ويقتربون من الليغا، يقتربون. شوفها باليسرى، روعة يا ولد، جميلة من ليو. في كل الأوقات الصعبة ليو موجود. هذه حركات سواريز. اسمح لي ليو، ليو يجعل برشلونة في المقدمة بالهدف الأول. أريد أن يبتسم. إذا ابتسم كل شيء أسهل. كلام غوارديولا عن ليونيل ميسي. كرة تعود مرة أخرى لمصلحة راكيتيتش، خطيرة، تمريرة الرد، ثم ليو لوحده على اليمين. ليو يحاول تمرير لسواريز وباولو والثاني لبرشلونة، لكنه يلغى بداعي التسلل. لقطة خطيرة جدا. برشلونة واضح أنهم جاهزين، ناويين بقوة الفوز على إسبانيول في مباراة الليلة. هذه اللقطة فيها تسلل على راكيتيتش، الكرة صدمت في المدافع. الهدف تم إلغاء بداعي التسلل. كان يريح الريكي كثيرا كثيرا كثيرا. هدف يلغى، وأمل كبير بالنسبة لإسبانيول في العودة بعد إلغاء الهدف الأول، لأنه بصراحة 2-0 في 10 دقائق المهمة ستكون في غاية التعقيد. هذه الكرة الأخيرة التي احتسب من خلالها حالة تسلل، راكيتيتش كان إيجابية أكثر، أن يكون منتج، أن تكون هذه المهارات يتم تسخيرها لمصلحة الفريق دائما وليس في بعض الأوقات. هذه كرة تعود مرة أخرى إلى بيريز. هيرنان بيريز خاطئة، يسعدها راكيتيتش إلى بوسكيتس، لمسة في وسط الملعب. داني ألفيش، تحرك عند سواريز في الجبهة اليمنى. الكرة تبقى لداني، بعد ذلك عند ليونيل، تمريرة خاطئة من جانب ميسي، يستعيدها ديوب، يلعب كرة بالخطأ ميسي إلى سواريز، الثاني لبرشلونة. هدف ثاني للويزيتو. الله على ليو، اسيس جميل وضربة رائعة من جانب سواريز. لويزيتو مرة أخرى هفوة قاتلة من المدافعين. تخطئون أمام برشلونة، تخطئون أمام ليو. أسيست غير عادي ولمسة جميلة من جانب ميسي. ولويزيتو كما جرت العادة، هذه كرات، هذه أهداف، هذه مباريات. يريد لقب، يريد فرحة، يريد أيضا أن يكون كبير الهدافين، يريد أن يكون فوق الجميع. لويزيتو يسجل هدفا ثانيا لبرشلونة. حلق يا برشلونة عاليا. الهدف الثاني يجعل البارسا في راحة ويجعل العقد والصعوبات. لمسة يد. هذه اللقطة الجميلة بين لاعبي برشلونة، ثلاثي مثلث كان من ذهب في اللقطة الأخيرة.
داني ألفيش محاولة مرور طالت عليه، وفي الأخير إلى ركنية لبرشلونة. ساعة من اللعب في الديربي، أفضلية واضحة للبارسا بالطول والعرض في مباراة اليوم. رأس نيمار، كعب جوردي، لمسة نيمار، سحر ميسي، أداء برشلونة، سحر برشلونة، عرض برشلونة، شيء غير عادي بالتأكيد. دائما ما تشاهد في برشلونة في كثير من الأوقات، أو ما يقال بالسحر في كرة القدم، السحر الحلال. هذه كرة إلى داني، أو من جانب نيمار، الثالث لبرشلونة. جوليتو للويزيتو. نعم بالراس هذه المرة. لويزيتو يسجل الثالث مرة أخرى، يصعد فوق الجميع بضربة رأسية جميلة ونتيجة مرة على إسبانيول. أي ضربة رأس، أي سواريز، أي كرة رائعة، هدف يجعل برشلونة يسجل أفضلية دفع فيها من جانب سواريز، لا بأس من قول ذلك. هذه كانت في اللقطة الأخيرة. لويزيتو هدفا ثالثا لبرشلونة، لا شيء لإسبانيول. أفضلية واضحة لبرشلونة، ابتسامة عريضة لسواريز، ابتسامة واضحة في جماهير برشلونة. وأيضا قبل ذلك كل هذه النتيجة، هذا العرض جعل الجميع يتوقع فوز ثمين لبرشلونة، وجعلنا نتكلم عن رائحة الليغا بدأت تفوح في كامب نو. عودة مرة أخرى للويزيتو، ثنائية الآن. سواريز يحاول، لكن أيضا أمام تغطية يغير اتجاه اللعب. ما رأيكم في عرض أكثر سحر، في نتيجة أكبر؟ ليو يلعبها إلى سواريز بعيدة، وضربة ركنية لبرشلونة. لم يخرج نيمار، يبقي نيمار ويسحب راكيتيتش، وبعد ذلك يدفع برافينيا، وأيضا أردا توران. تير شتيجن يلعب كرة في الجبهة اليمنى لمصلحة داني ألفيش للنجم التركي أردا توران. ميسي، توران يلعبها إلى ماتيو في الجبهة اليسرى لنيمار. نيمار يحافظ على كرته، وانتم مع نيمار، لمسة للأمام، لكنها بعد ذلك عند الحارس. هدف رابع لبرشلونة. خطأ من الحارس باولو بيز، يستغل رافينيا، يسجل هدف الرابع لمصلحة برشلونة. رافينيا دخل ومع أول لمسة هدف، مع أول كرة هدف، بعد تمريرة نيمار، بعد عمل نيمار في اللقطة الأخيرة. شوف التمريرة ذكية نعم من نيمار، ولكنها كانت عند الحارس. مباراة فالنسيا وريال مدريد، أو ريال مدريد فالنسيا في برنابيو، 3 أهداف مقابل هدفين. الكرة تعود بعد ذلك لمصلحة بوسكيتس، لمسة على جهة اليمين خطيرة لمصلحة داني. سواريز بدون تركيز، يبعدها الدفاع، يستعيدها بعد ذلك برشلونة. الكرة لميسي، محاصر، يحافظ على كرته، لكن أيضا تغطية وتدخل. داني ألفيش إلى سواريز، عرضية لنيمار. هذا جنون، نعم جنون يا برشلونة. لم نعد نحتمل. لقطة في منتهى الروعة، أداء جماعي جميل، ولقطة نيمار، وأخيرا هدف نيمار بعد تمريرة ذكية وجميلة من جانب سواريز. شوفها، واحدة من رافينيا، بعد ذلك ميسي، تمريرة إلى رافينيا أو داني ألفيش، تحرك لسواريز لم يكن متسللا، طلب الكرة نيمار وأعطاه سواريز اللمسة رغم حرصه على لقب الهداف، لكنه يحب الأهداف الجميلة ويحب برشلونة ويحب نيمار. لمسة داني الساحرة، تمريرة بعد ذلك سواريز، وهدف نيمار.